العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يخاطب القمة الأفريقية ال35. إصابة 12 مواطنا بكوفيد 19. حملة لمكافحة العمى وتخفيض الإصابة بالمرض في إقليم الغاشبركا. شي جين بينغ وبوتين يوجهان رسائل قوية للغرب. بايدن يتعهد بمواصلة مطاردة الجهاديين. هجوم إلكتروني واسع يطال مجموعة من المنشآت بعدة دول أوروبية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ألقى معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في القمة الأفريقية ال35 للقادة الأفارقة كلمة توضح موقف إريتريا، وذكر معاليه أن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة حساسة تكشف كافة التغيرات الديناميكية وقوة وتأثير تجاذبات القوى العالمية الرئيسية، مذكرا بأن القطب العالمية لوحد خلال 30 عاما الماضية بدأ وكأنه يلعب دورا بارزا في إحداث تغيير جذري بالعالم، إلا أن أنشطته أدت إلى خلق تطورات أوكرانيا وجنوب بحر الصين والشرق الأوسط وغيرها من المناطق الساخنة. وقال السيد عثمان أن القارة الأفريقية لم تستطع لعب دور رائد للحفاظ على مصالحها في كافة هذه القضايا المذكورة، واكتفت بدور المتفرج فقط، والأمر من ذلك أن أفريقيا ظلت تلعب هذا الدور، وفيما يتعلق بشؤون طارئة وضارة لأمنها الوطني وتطورها الاقتصادي، ويتطلب وضع استراتيجيات دقيقة ورائدة على مستوى وطني وإقليمي والقارة لتجاوز التحديات المستدامة، مشددا على العمل بجدية في كافة الجبهات بالتسلح بعمل جماعي ووضع استراتيجيات جماعية دقيقة. في غضون ذلك التقى وفد إريتريا على المستوى مكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والمستشار الرئيس السيد يمان قبراب المشارك في القمة الأفريقية ال35 بمفوض الاتحاد الأفريقي والشؤون السياسية والسلم والأمن السفير بانكولي أدوي. وبحث الطرفان في اللقاء الذي جرى في 4 فبراير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إحلال السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة فيما يتعلق بخصوص القارة الأفريقية جمعاء. كما التقى وفد إريتريا بوزيري الخارجية الكيني والجزائري، وأجرى مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية الجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار والتطور في القرن الأفريقي والقضايا الإقليمية والقارية الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 12 مواطنا بكوفيد 19، وظهرت 8 إصابات في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهم من قدايف وقشت، ومصابون قادمون من مندفرة وعدخالة وعدقيح، وكذلك 4 من الإصابات في مركز العزل بعصب إقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 12 مريض كورونا، 10 من الإقليم الأوسط و2 من إقليم الغاشبركا. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 9631، شفي منهم 9363، وتوفي 100 مريض، فيما لا يزال 168 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفى. وزارة الصحة 5 فبراير 2022. قدم فرع الصحة في إقليم الغاشبركا خدمات صحية مجانية لسكان الريف النائي لمكافحة العمى بموجب البرنامج الساطر للسيطرة على العمى وتخفيضه إلى أدنى مستوى له. وأوضح مسؤول الأمراض غير المعدية السيد هابتو تسقاي أن الهدف من الحملة التي أجريت بالتنقل إلى مديريات قلوج وفرتساوة وكركبت، واشتملت على فحوصات أمراض العيون وإجراء عمليات جراحية.
فيما أجريت عمليات جراحية بالغة وطفيفة ل 928 من أصل 15,000 شخص خضعوا للفحوصات الطبية، بينما خضع 92 منهم لعمليات جراحة العينين. وذكر السيد هابتو ارتقاء خدمات طب العيون في مستشفى بارنتو المرجعي حتى مستوى إجراء العمليات لمعالجة أسباب العمى وتخفيض المرض إلى أدنى مستوى له. وفي مديرية أوردات وتسني تقدم خدمات أساسية لرعاية العيون داعيا المواطنين لاتخاذ الحذر إلى جانب الخدمات المقدمة. من جهته قال مسؤول وحدة طب العيون في مستشفى القاشبركة المرجع السيد يوناس جبرتاتيوس أن أمراض زرقة العين والتراكوما والعمى من الأمراض السائدة في الإقليم، مشيرا في الوقت ذاته إلى تقديم خدمات مجانية في الريف النائي إضافة إلى الخدمات المنتظمة المقدمة في المؤسسات الصحية، داعيا المجتمع المدني للحد من العلاجات التقليدية المؤدية إلى العمى. شهدت 8 مناطق بمديرية هابرو بإقليم عسبة إجراء انتخابات المدراء والمدراء التنفيذيين للضواحي ولجان القرى، وتم انتخاب 6 من المدراء القدامى وضعا في الاعتبار أعمالهم الإدارية النشطة والفعالة، فيما اختيرت 6 مديرات تنفيذية جديدة. وكان 16 من لجان القرى المنتخبين البالغ عددهم 40 شخصا من المرأة، ما يبرهن الثقافة العالية المترسخة والكفاءة العالية للنساء. ودعا مدير المديرية السيد فتوى قبر مسكلة المنتخبين الجدد للعمل بجدية والدفع ببرامج التنمية. في غضون ذلك التقت إدارة مديرية ما يعيني بالمنتخبين الجدد وقدمت توضيحات مفصلة تسهم في تفعيل أنشطتهم العملية. وذكر مدير المديرية السيد أحمد عثمان المنتخبين الجدد للعمل بقوة لتنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية وبرامج الإصحاح البيئي الأهلي وتحصيل الضريبة للزراعة، وكذلك الحد من العادات الضارة، وكذلك لا تعزيز مشاركة المواطنين في كافة الأنشطة، مناشدا كافة فروع الوزارات للتعامل بجدية مع كل هذه الأنشطة. وأكد المشاركون العمل بإخلاص خدمة للمواطنين الذين انتخبوهم، داعين لدعم وتعاون المواطنين ومتابعة المؤسسات الحكومية لتصحيح الأخطاء الناجمة في أوانها. تلقى 141 من طلاب المرحلة الثانوية بينهم 83 طالبة دورة تأهيلية حول العلوم الاجتماعية امتدت لفترة أسبوعين. اشتملت الدورة على الوطن والوطنية والشباب والخدمة الوطنية وأعمدة الميثاق الوطني والتقان والمعلومات ومعنى الفكر والفهم السياسي والفلسفة والدين، وكذلك خلفية الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وأهدافه. وأوضح مسؤول الاتحاد في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلة في مراسم الاختتام التي جرت في 4 فبراير أن الدورة تسهم في رفع المعرفة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مشيدا بالمساهمة الفعالة والاهتمام الزائد. وأشار إلى تقديم دورات تثقيفية وعلوم اجتماعية لأكثر من 3000 طالب من الفصلين 8 و9 حسب مستوياتهم بداية من شهر يناير. وذكر الدارسون بأن هذه الدورات التأهيلية تساعدهم للتنشئة بالقيم المتميزة وحب الوطن، مناشدين لمواصلة مثل هذه الدورات. في الكلمة الختامية التي ألقاها رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين، أوضح فيها أن هذه الدورات تساعد في تنشئة شباب تتسم بالفخر والاعتزاز الوطني، مشيرا إلى تنظيم دورات مشابهة في كافة أقاليم البلاد. نظم الشباب وطلبة منطقة زقب في الإقليم الأوسط نفير تنموي لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية. اشتملت الأعمال التي نظمت بالتنسيق بين إدارة مديرية قالة نفحي وسكان منطقة زقب على شق وصيانة الطرق الترابية وبناء المدرجات وإصلاح مساقة المياه ومدرجات حجرية وإعداد الحفر لقرص الشتول. وقال الشباب أن لا شيء نطمع فيه من تنفيذ حملة ترفع البهجة، مؤكدين جاهزيتهم لتعزيزها لكونها تساعد لتأمين اقتصاد اجتماعي أفضل. من جهته دعا المدير التنفيذي لضاحية زقب السيد تسفى سلاسو والدو بعد أن أشاد بالخطة التي اتخذها شباب وطلبة منطقة زقب، داعيا سكان منطقة زقب وغيرهم لاتباع هذه الخطوة النبيلة.
تشارك البلاد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 من فبراير الجاري. وقد تشرف المتزلج الإريتري شانون عقباناي أبيدا برفع علم إريتريا في حفل افتتاح الذي جرى في 4 من فبراير الجاري. والمتزلج شانون سيرتدي في 13 من فبراير قميص المنتخب الوطني الإريتري ويشارك في سباق التزلج. يذكر أن هذا المتزلج كان قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي كانت قد أقيمت في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية عام 2018. ويعتبر المتزلج شانون أول إريتري مشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث شارك عام 2012 في دورة الألعاب الأولمبية الشبابية الشتوية ممثلا كذلك لبلاده إريتريا. وبشكل عام يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختها 24 5 متزلجين أفارقة يمثلون كل من إريتريا ونيجيريا والمغرب ومدغشقر وغانا. كما يعد المتزلج الإريتري شانون أول مشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من منطقة شرق أفريقيا، وكان يمارس هذه الرياضة منذ نعومة أظافره. استشهد المناضل محمد إدريس إبراهيم سانتو المدير العام لقسم الخدمات السياحية في 4 من فبراير عام 2022 عن عمر ناهز 70 عاما. التحق المناضل محمد إدريس إبراهيم سانتو بصف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وعمل إبان النضال التحرري في جهاز الصحة للحزب والقوات القتالية الأمامية بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل في مفوضية العقارات والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، ومنذ عام 2003 حتى يوم استشهاده عمل في وزارة السياحة كمدير عام، وهو مناضل قديم خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. المناضل محمد إدريس إبراهيم سانتو رب أسرة وأب لمولودين، أوري جثمانه الثرى عصر اليوم السبت 5 من فبراير في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. ويستعرض وزارة السياحة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل محمد إدريس إبراهيم سانتو، تقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. نتوقف مع فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة لبلاده مع الصين خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين. عقب اللقاء قال الكرملين أن روسيا والصين دعتا إلى وقف توسيع حلف شمال الأطلسي، ونددتا بالتأثير الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي ووصفتاه بالتأثير السلبي. وأبدت روسيا والصين رغم قلقهما حيال التحالف الدفاعي بين واشنطن ولندن وأستراليا الذي بموجبه ستزود الولايات المتحدة كامبرا بغواصات تعمل بالدفع النووي. والتقى بوتين بنظير الصين في لقاء نادر للثاني الذي لم يلتقي أي مسؤول أجنبي منذ تفشي كوفيد-19. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة مطاردة الجهاديين في العالم عقب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية إنزال للقوات الخاصة الأمريكية شمال غرب سوريا قرب مخيم أطمع. وأشار بايدن إلى أن هذه العملية دليل على أن أمريكا لديها الوسائل والقدرة على القضاء على التهديدات الإرهابية أينما كانت في العالم. وتعهد بايدن بأن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالحرب الدولية ضد الإرهاب على الرغم من الانسحاب من أفغانستان في أغسطس الماضي. تعرضت مجموعة من المنشآت المرفأية في عدد من الدول الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع، ما دعا السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في شبهات الابتزاز. وأفادت إحدى الصحف الألمانية أن القراصنة يستخدمون أحد برامج الفدية حيث يقتحمون شبكات الشركات ويشفرون بياناتها ثم يطالبون أصحابها بفدية مالية عادة ما تدفع بالعملة المشفرة في مقابل إعادة تشغيل الشبكات. وكان عدد من المنشآت المرفأية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا هدفا للهجوم الإلكتروني، ودفع بالسلطات القضائية إلى فتح تحقيق. وقال وسيط متخصص أن القراصنة
أن القفصنة المعلوماتية التي بدأت منذ أيام عدة تتعلق بمرافق نفطية، ما يسبب اضطرابا في عمليات التسليم في عدة مرافق كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. في الختام نذكركم بأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يخاطب القمة الأفريقية الخامسة والثلاثين. إصابة 12 مواطنا بكوفيد 19. حملة لمكافحة العمى بإقليم الكاشمير. شي جين بينغ وبوتين يوجهان رسائل قوية للغرب. بايدن يتعهد بمواصلة مطاردة الجهاديين. وهجوم إلكتروني واسع يطال مجموعة من المنشآت بعدة دول أوروبية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.